ماذا سيحدث إذا أصبح الطائر أبو مركوب ليوم واحد؟ مبروك، لقد أصبحت الآن كابوساً حياً. أولاً، انظر في المرآة، أنت لا تبدو كطائر، بل تبدو كديناصور نسي أن ينقرض. تقف بطول 7 أقدام ولديك منقار بحجم حذاء. لهذا السبب اسمك هو أبو مركوب. مبدع جداً، أليس كذلك؟ قوتك الخارقة هي التحديق. تقف بلا حراك لساعات مثل تمثال مخيف. تحدق في روح السمكة حتى تموت من شدة الإحراج. وعندما تتكلم لا تزقزق، بل يبدو صوتك كأن بندقية IHK 47 تطلق النار في الغابة. رات تات 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 تات. المفترسات تخاف منك. لماذا؟ لأنك تأكل صغار التماسيح على الإفطار. نعم، تماسيح. أنت زعيم المستنقع. لكن هنا الجزء الغريب، إذا انحنى لك إنسان تنحني له بالمقابل. لديك أخلاق، لكن إذا لم يشتركوا تمنحهم نظرة الموت. انظر إلى الزر، حدق فيه، الآن اضغط عليه. نعم،